بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وبكفوف إن شاء الله من حوض ويروينا. صلوا عليه يا حضار، واش راكم خوياتي واش راكم بنياتي؟ إن شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذا نتاعي بخير على خير، ويلقاكم صحاح وما تهنيين وربي يهنيكم ويهنينا. تبعيني حنونتي كالعادة والعوايد الكوزينة. المهم نسمح لكم على الصوت نتاعي شوية، قلت لهم كي يعود دوكا كي نتعب شوية شغل يروح لي الصوت نتاعي. المهم حنونتي قلت لكم، المهم جيتك اليوم حنونتي بوصفة خفيفة ظريفة، هي حنونات الباذنجان. ما ياكلكش حنونات الباذنجان، ديريه بالوصفة هذه إن شاء الله. قالت الأخرى ما يفيقوش بيه، ولا المهم يجيه مبنين يعودوا يقولك ديري لنا الوصفة هذه. المهم حنونتي جيبي حنونتي المقله نتاعك، ديري لها شويه زيت تسخن، ومن بعد جيبي حنونتي الكونتيتي نتاع الباذنجان نتاعك. بطبيعه الحال نحيلو هذيك القشره العاصيه، وكيما حنا وقصيه هكذا مكعبات صغار كما يقولوا ديكوب هكذا صغيره. بطبيعه الحال ديري له شويه ربح وشويه فلفل الكحل، يعني الفلفل الكحل ما درتوش هكذا قدام الكاميرا حتى يذوب حنوناتي، وخليه كيما حنا غطيليه وخليه يذبل. قبل ما نمشيو حناتي في الفيديو ديما نقول لكم ما نساوش اخواننا في الصين بالدعاء، وما تنساوناش برحمه للوالدين. اللي دخلوا جديد مرحبا به، ما ينساوناش بابوني، واللي موالفين معانا ما ينساوناش بجيم كومونتير زين كيما هما. فضلا وليس امر نتفرجوا الفيديو للاخر باش تعم الفائده، يوصل لعدد كبير من المشاهدين. المهم حنوناتي من بعد ما ذبلنا هذاك الباذنجان، عبزيه هكذا بالفرشيطه، خلينا نعرفوا باذنجان كيما حنا ما فيهش نروح تسويت كاش اخرى يتعبز. من بعد حنونتي انا على جهه اخرى رحت عشيت شويه ستر نتاع الدجاج كيما يقولوا بولياشي بالكونتيتي حنونتي اللي عندك. المهم ما قالش اخرى ما تكلفيش روحك. من بعد حنونتي في نفس الاشوار كيما يقولوا رحت عشيت نص راس بصله ونص حبه طماطم. كيما نقولوا الكونتيتي ما عنديش بزاف، ما درتش يعني البصله والطماطم بزاف. ومن بعد حنونتي داوي بالدواء المعتمد عندك كيما حنونتي. المهم شويه فلفل احمر حار، وشويه كمون، وشويه كزبر ناشف كيما نقولوا، وبطبيعه الحال الملح كيما نقولوا على راسهم. من بعد حنونتي زيدي كسري بيضه، وباش نخلطو كيما حنا، او باش ننشفو هذا الخليط، او باش نلمو هذا الخليط هذا، لانه الكونتيتي نتاع الدجاج كيما حنا ونتاع الباذنجان كيما حنا شغل يطلق شويه بالماء. نروحو نشفو هذا الخليط هذا بزوج مغارف ولا ثلاثه نتاع الخبز. المهم لا ما تنشفيش كيما حنا، ما ديريش الخبز بزاف بزاف باش ما يجيوش الحليمات هذوك نتاعك يابسين. المهم حنوناتي انا رحت حنونتي طيبتهم في الكوشه، وانت اذا كان بغيتي حنونتي بغيتي تقليهم انت كيما حنا حره في ذلك. انا يعني بغيت نقص شويه الزيت كي شغل نديرهم صحيين كما يقولوا، نطيبوهم في الكوشه خير. المهم حنوناتي انا لهنا رافقتهم كيما حنا بأي صوص غوج كيما يقولوا، وانت باي صوص كيما يقولوا بغيتي تقدميهم بصوص بيضة ولا بصوص حمراء. المهم انا عطيتك الفكره نتاع الباذنجان كيفاه ديري له، ومن هي كيما حنا انت حره في ذلك. المهم هكذا يجيو كيما حنا ناشفين ويجيو كيما حنا بنان، ما يهزوش الزيت. المهم حنوناتي جيتك بهذه الوصفه هذه خفيفه ظريفه ان شاء الله تعجبك. وختام للفيديو، صلوا على رسول الانام.